السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناة دار التلمساني. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وفي أحسن الأحوال. اليوم غادي نقدم لكم واحد الشهيوة ديال الجنيحات، الأجنحة ديال الدجاج محمرة في الفران بتتبيلة سحرية، وتنرافقها بالروز بالخضرة. كيجي لذيذ، وكنرافقها كذلك بواحد البطاطا في الفران بتتبيله رائعه وسهله جدا بدون ما نسلقوا البطاطا. وكذلك غادي ندير واحد السلطه ديال الفقوس تقليديه كانوا كيديروها لنا والدينا وقديمه تعلموها من جدودنا. وقبل ما نبدا معكم كنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وما تبخلوش عليا بجيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بسم الله غادي نبدا. هنا عندي كيلو د الاجنحه اللي زولت له ديك الجزء الثالث اللي كيكون، وخليت غير هاد جوج د الاجزاء. من بعد ما نقيت هاد الاجنحه مزيان وغسلتهم بالليمون والملحه، غادي نعطيكم المكونات اللي غادي نحتاج باش نشرملهم. عندي هنا معلقه كبيره ديال ازير اللي هو اكليل الجبل، وكذلك 4 ديال الفصوص ديال الثوم، وعندي 3 د المعالق ديال الزيت الزيتون، وعندي 3 د المعالق كبار ديال الحامض والياغورت طبيعي، ومعلقه كبيره ديال لاموطارد اي الخردل، و3 د المعالق ديال كبار ديال الكيتشاب، معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال الفلفل الحمراء اي بابريكا، وشويه د الملحه، ومعلقه صغيره ديال بودره البصل، ونص معلقه ديال الابزار، ومعلقه ديال سكينجبير. وغادي نحتاج صوص ديال الصوجه. غادي ناخذ هذوك الاجنحه اللي عندي وغادي نقطعهم على نصفين، يعني غادي نقطعهم على جوج، وغادي نمشي هكذا حتى نكمل هذوك الاجنحه الكيلو اللي عندي كامل بهذا الشكل. غادي نقطعه. من بعد ما انتهيت من التقطاع ديال الاجنحه ديالي، غادي ناخذ واحد البول اللي غادي ندير فيه هذيك العطريه وديك المكونات اللي قلت معكم كاملين. غادي نديرهم في هذا البول وغادي نخلط الجميع باش نشرمل هذيك الاجنحه. اول حاجه غادي نحك هذيك الفصوص ديال الثومه اللي انا كانوا عندي في المجمد، الا كانت عندكم طريه يكون من الافضل. المهم غادي نخلط هذوك المكونات كاملين، تبعوا معايا حتى الاخر. دابا من بعد ما خلطت هذيك العطريه مع ديك الاعشاب المنسمه اللي عندي، غادي ناخذ ديك الاجنحه وغادي نديرها فيها، نخلط هذوك الاجنحه مع هذيك العطريه مع ديك الشيء اللي خلطت كامل المكونات. غادي نخلطها مزيان ونخليها في الثلاجه اقل مده واحد 3 ساعات. هي كل ما بقاو هاد الاجنحه في هاد الشرموله كل ما يكونوا لذاذين اكثر فاكثر. شحال من مره كنبيتوهم، يعني في الليل كنصوبهم ولا غد ليه عاد تنطيبهم. دابا بقى لي الا ندخل الاجنحه في الثلاجه، وان شاء الله نصوب معكم هاد السلطه ديال الفقوس حتى هي باش تاخذ المده الكافيه في الثلاجه تبرد لنا. اول حاجه غادي بعد ما غسلت الفقوس غادي نحكو بهذيك المحكه الرقيقه. انا اختاريت نحكو غير بهاد المحكه هذه العاديه بطريقه تقليديه. يمكن لكم ديروه بالهاشوار طحنوه حتى هو تيجي مزيان تقريبا نفس النتيجه. ويمكن لكم تحكوا حتى الخيار ماشي ولا بد الفقوس حتى هو تيجي بنفس الطعم ديال هاد السلطه ديال الفقوس. من بعد ما انتهيت بالحكان ديال القدر اللي كان عندي ديال الفقوس، دابا بقى لي الا نضيف له شويه ديال الملحه، القليل من الملح، وكذلك غادي نضيف له واحد 2 معالق ديال سكر حبيبات اي سنيده، وكذلك واحد تقريبا معلقه
ديال الزعتر. غادي نحكها بين يدي ونضيفها لديك الفقوس، وغادي نضيف له كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الخل، او تعوضوه بعصير الحامض. هنا كنحرك هذاك المكونات هانتوما كما كتوضح لكم الصوره، وعاد غادي نضيف ديك المعلقه ديال الخل اللي قلت لكم عليها. انا هنا عندي الخل الابيض، وانتم اي نوعيه ديال الخل اللي عندكم يمكن لكم تستعملوه، او كما قلت لكم عصير الحامض. المهم بالنسبه للخل والسكر حبيبات، كل واحد كيدير على حسب الذوق ديالو، اما تزيدوا او تنقصوا. وهنا كذلك راني ضفت نصف كاس ديال الماء باش نخفف هاد الفقوس شي شويه. المهم هنا من بعد ما انتهيت غادي نغطيه ونديرو في الثلاجه باش ياخذ لنا الوقت الكافي ديالو ويبرد، لان هاد السلطه تتقدم شويه بارده في هاد الفصل ديال الصيف. دابا غادي نبدا معكم تحضير ديال السلطه ديال الرز اللي غادي نقدمها مع ديك الاجنحه. اول حاجه غادي ناخذ الرز ديالي في واحد الكاسرونه عندي فيها الماء، غادي نضيفو وندير معها شويه ديال الملحه وورقه ديال سيدنا موسى وفص ديال الثومه، ونخليه يتسلق على نار متوسطه. وهنا غادي ناخذ واحد الجزره عندي كبيره، بعد ما نقيتها غادي نقطعها طريفات رقاقين وصغار. غادي ناخذ واحد الكاسرونه فيها الماء وندير فيها قليل من الملح، وغادي نديرها حتى هي تسلق. وانتوما الا كان عندكم الجزر صغير يمكن لكم ديروا جوج الجزرات. هانتوما غادي نضيف لها القليل من الملح وردها على النار حتى هي متوسطه تسلق. غادي ناخذ كاسرونه وغادي ندير فيها الماء، وغادي ناخذ الجلبانه زلافه عندي الجلبانه، غادي نضيف لها حتى هي قليل من الملح ونديرها حتى هي تسلق. وندوز نحضر معكم البطاطا اللي كنديرها في الفران، تجي بواحد التتبيله غزاله رائعه جدا وسهله في التحضير. من بعد ما قبضت عندي نص كيلو ديال البطاطا، بعد ما نقيته وقطعته بديك الشكل، غادي ناخذ نصف كاس ديال الزيت نباتيه ونضيف لها واحد المعلقه ديال الفلفل الحمراء اي بابريكا، ومعلقه صغيره ديال الابزار، وكذلك واحد المعلقه ديال الملح. وغادي نضيف لهم واحد شويه ديال البودره ديال البصل وشويه ديال البودره ديال الثوم، يعني القليل، يعني معلقه صغيره ما مملوءاش. غادي نضيف كذلك هنا البودره ديال الثوم. هاد البودره ديال البصل والثوم تعطي واحد النكهه لذيذه لهاد البطاطا اللي كنديرها في الفران. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الازير وغادي نحكو هكا بين يدي ونضيفها لباقي المكونات. واذا كنتو كتبغيو نتوما الحرور يمكن لكم تضيفوا شويه ديال السوداني او مثلا الهريسه. غادي نخلط هاد المكونات كاملين ونضيفها على البطاطا اللي عندي مقطعه طريفات. من بعد نخلط ديك التتبيله مزيان مع البطاطا، وغادي نضيفها ونديرها في الطبسيل اللي غادي ندخل الفران، ونديره الفران على درجة الحرارة 200 والعافية من الفوق ومن التحت. كتوجد أقل من نصف ساعة كتكون واجدة مقلية، كتجي غزالة. كنتمنى تجربوه هاد البطاطا هكا اقتصادية حتى في الزيت، وكتجي لذيذة يعني حتى صحيا مزيانة. المهم هكا كما كتوضح لكم الصورة غادي نخلط مزيان وغادي نديرها في الطبسيل اللي غادي ندخلو للفران، ونحاول البطاطا كلها نقادها في الطبسيل وما تكونش وحده فوق وحده، يعني تجي متقاده في الطبسيل. غادي ندخلها دابا للفران ونجبد الاجنحه ديالي من الثلاجه، وكذلك غادي نديرها حتى هي في الطبسيل. غادي نستفها كامله نقادتها، وغادي حتى هي ندخلو للفران على درجه الحراره 200. وغادي نغطي الطبسيل ديالي بواحد الورق
غذائي، وكذلك بواحد الورق ألمنيوم، وغادي ندخلها للفران تقريبا 45 دقيقة هكذا كيكونوا الأجنحة ديالنا وجدوا لنا بالطياب. اللي كيطيبوا لي الاجنحه والبطاطا في الفران، غادي ناخذ مقلاة وغادي نضيف لها 2 معالق كبار ديال الزيت نباتيه، وغادي نضيف واحد البصله كبيره مقطعاها رقيقه هي واحد الفص ديال الثوم، غادي نديرها تشحر هادي باش نكمل ديك الروز اللي كنحضرو اللي غادي يكون مرافق الاجنحه. غادي نحضرو بالخضر. اول حاجه غادي ندير هي هاد البصله قلنا غادي نشحرو بعد ما تسلقت لي الخضره ديالي هي والروز. غادي نضيف على البصله القليل من الملح، وكذلك واحد المعلقه صغيره ديال الفلفل اسود اي الابزار، وغادي نبدا نشحر في ديك البصله على ما تنزل. وغادي نضيف على البصله من بعد ما نزلت فلفله حمراء مقطعاها رقيقه، كذلك غادي نخليها تشحر شي شويه مع البصله، وعاد نضيف لها واحد شويه ديال السكينجبير طري غادي نحك غير القليل، وعاد في الاخير غادي نضيف الروز والجزر والبازيلا اي الجلبانه، وفي الاخر كاع كنضيف شويه ديال المعدنوس اي البقدونس مقطع عندي تمن قول 2 معالق كبار. تبعوا معايا وتوضح لكم الصوره شنو بغيت نقول لكم. هنا من بعد ما ضفت الروز والجلبانه والجزر والبقدونس، غادي نضيف قيمه 2 معالق كبار ديال الزيت الزيتون هو الاخر، وغير غادي نحرك ونحس كلشي ينسجم مع بعضياته. غادي نطفي النار عليهم، وهذا الروز بالخضره غادي نديرو في واحد القالب ديال الحلوى مستطيل باش ياخذ لي الشكل القالب الى حين تقديمه. وهنا من بعد ما وجدت لي البطاطا ديالي اللي كتجي مع لبرة مقرمشه ومن الداخل طايبه كما كتوضح لكم الصوره، وبديك التتبيله اللي درت لها كتجي رائعه في المذاق. دابا من بعد ما مرت 45 دقيقه خرجت التبصيل ديالي ديال اجنحه الدجاج، غادي نعري عليهم، غادي نزول ورق الالومنيوم وورق الطبخ، وغادي نردهم للفران مده 10 دقائق او 15 دقيقه، غير مجرد ما تحمر لي ديك الاجنحه ونحس بها تحمرت شويه، عاد نديرها في طبق ديال التقديم مع الارز ديال الخضره اللي وجدت معكم هنا كما كتوضح لكم الصوره. يعني الاجنحه عندنا طايبه وكتجي بديك التتبيله لذيذه بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه اللي عطيتكم، وان شاء الله ديروها مع وليداتكم في ديوركم اللي انا متاكده الا درتو بهذه الطريقه غادي يعجبوكم. هنا من بعد ما تحمروا لنا ديك الاجنحه ديالنا وخدات ديك القرمشه، غادي نقدمهم انا بهذه الطريقه في هذا الصحن اللي درت هذاك الرز في الوسط على شكل قالب الحلوى، ودورت معاهم في الجناب وفي الوسط ديال فوق الروز ديك الاجنحه. نتوما طريقه كيف ما بغيتو تقدموهم، كيبقى هذاك الاختيار خاص بكل وحده والطريقه التزيين ديالها. انا هاد الاجنحه رافقتهم مع واحد الصوص الجيريا والمايونيز والكيتشاب، والبطاطا المحمره في الفرن قدمتها فطيرات، وكذلك هذيك السلطه ديال الفقوس اللي من بعد ما بردت قدمتها في سليفات مربعين، وزدت واحد الشلاضه اللي عندنا معروفه مغربيه ديال الخس ومطيشه والخيار. كنتمنى هاد الوصفات اللي قدمت معكم في هذا الفيديو يكونوا راقوكم وعجبوكم وتطبقوهم في بيوتكم. وصلت معكم لاخر الفيديو، خليت لكم الراحه وحتى الوصفه واحده اخرى ان شاء الله. مع السلامه.